كان عاوزني أعمل علاقة مع أمه، وكانت بتقولي ده جوزي زي ما هو جوزك. وشفتهم في وضع فاضح كتير وما كانش بيلمسني. كلام كتير قالته دعاء عن تجربتها مع الجواز لمدة شهر. تعالوا نحكي لكم الموضوع ونقول لكم كل اللي حصل بالتفصيل. القصة بدأت عند دعاء اللي بتشتغل محامية، واتجوزت زميلها المحامي في شهر 2. كان زميلها في الجامعة وما كانش باين عليه أي حاجة خالص. دعاء حكت حكايتها وقالت جوزي كان معايا في الجامعة بس ما كانش في تعامل بينا، وبعد التخرج طلب مني أترجم له السيرة الذاتية الخاصة بيه، وبعدها قال لي إنه معجب بيا وعايز يطلب إيدي. بس الغريب في الموضوع إن لما جوزها تقدم لها صمم إن الجوازة كلها تتم خلال شهر واحد، وطبعا أهلها زيهم زي أي حد عاوزين يفرحوا ببنتهم، فوافقوا وما كانوش يعرفوا إيه اللي مستخبي لبنتهم ورا قناع الطيبة والتمثيل بالحب. وفعلا دعاء خلصت كل حاجاتها ولمت الدنيا في شهر، والفرحة ما كانتش سايعاها. خلاص بقى، ما هم هيزفوها على بيت حبيبها. لكن اللي حصل في ليلة الدخلة عقلها ما كانش قادر يستوعب. دعاء جوزها قعد يتكلم معاها في ليلة الدخلة عن طبيعة العلاقة وإيه أكتر حاجة بيحبها، واتصدمت لما قال لها إنه عادي إن بنتين يعملوا علاقة مع بعض وإنه بيحب يشوفهم كده. دعاء اتصدمت لكنها قالت أكيد كان بيهزر. دعاء حكت عن أول ليلة مع جوزها وقالت اتصدمت في أول ليلة إنه بيكلمني في حاجات غير أخلاقية، إن ممكن بنتين يقيموا علاقة مع بعض. الفخ بقى اللي دعاء وقعت فيه وما كانتش تعرف اللي مستخبلها إنه في الخطوبة جوزها صمم إنها تعيش مع أمه في نفس الشقة بحجة إنها ست مسنة ووحدانية وملهاش حد، وهي وافقت لأنها غلبانة ومن أصل طيب، وقالت وماله، ما هي زي أمي وفوق راسي. دعاء قالت إن جوزها كان بيعاني من مشاكل كتير بتخليه مش قادر على إتمام العلاقة زي أي زوجين، وده تسبب في إصابات كتيرة ليها، واستمروا على الوضع ده 3 أيام مش عارف يعمل علاقة بشكل طبيعي. وبعد ما عدى أسبوعين على الجواز جوز دعاء سافر شغله تاني، ما هو كان شغال في السعودية. لكن اللي عملته أمه مع دعاء صدمة جديدة لدعاء، لحد دلوقتي مش قادرة تستوعب. دعاء قالت لما جوزي سافر حماتي بدأت تقولي كلام غريب، وقالت لي انتي صعبانة عليا، تعالي اعمل معاكي زي جوزك. ولما قلت لها حرام سلطته عليا وقطع عليا النت ومنعني من الأكل، وكان بيقول لي اقعدي على رجل أمي وبوسيها وانا اجيب لك اللي انتي عايزاه. جوزها ما يقسش وكان مصمم برضه يجمعهم مع بعض. لا، والغريب ان امه كانت بتقول لدعاء ده جوزي زي ما هو جوزك، وكانت بتلبس لبس فاضح ما ينفعش ام تلبسها قدام ابنها، وكان بيحاول كتير يصورها علشان يبتزها علشان توافق على طلباته هو وامه. لكن دعاء قررت تهرب وفعلا قدرت توصل لبيت اهلها، لكن جوزها ما سكتش ورفع عليها طاعه وهددها بانه هيفضحها بالفيديوهات اللي معاه، اصله كان حاطط لها كاميرا في اوضه النوم. دعاء ما خافتش ولا استسلمت لانها ما عملتش حاجه غلط، وقدرت تاخد حكم من المحكمة بالطلاق، لكنه برضه مسكتش، وبعد مدة حاول يبطل حكم المحكمة علشان يرجعها تاني لذمته. وفي نهاية الحكاية دعاء بقت كل أمنيتها في الحياة إنها تخلص من القصة دي خالص، وختمت حكايتها وقالت هو اللي يتجوز على سنة الله ورسوله يحصل فيه كده.